ورشح هولندا. متأخرة. ترشح المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي راهو في احسن رواق يمر للدور ثمن النهائي. علاش؟ المنتخب الهولندي راح يحسم التأهل تاعو. المنتخب الهولندي عنده توليفه مليحه تاع لاعبين، وين ما تنساش انه المنتخب الاخر عنده لاعبين يلعبوا في الدوري الهولندي، لكن عباك هولندا حاليا كما قلت لك المباراتين اللي لعبتهم مع الجزائر وتونس استساغوا منها دروس كثيره، والمدرب كومان دوكا راح يلقى ان شاء الله التوليفه اللي يقدر يتفوق فيها على منتخب العالم الاخر. حتى هولندا ديباي وغاكفو، يعني هجوم لا بأس به، هجوم يستطيع أن يصنع الفارق أمام أي دفاع في العالم. لذلك لدي في هذه المباراة ربما المؤاخذة الوحيدة هي عدم وجود عنصر الخبرة في وسط الميدان مع مدرب اسمه كومان. ما هي الأفكار التي يحملها كومان؟ وهل يريد أن يهاجم أم يريد أن يدافع؟ لا هولندا سون كونو سي الفوتبول توتال، لكنه كرة شاملة، كرة شاملة الهولندية. لكن هل شاهدنا الكرة الشاملة الهولندية مع كومان؟ هل يملك كومان لاعبين باش يطبق الكرة الشاملة؟ جاوبني على سؤالي، هل شاهدنا الكرة الشاملة مع كومان؟ عنده لاعبين. في المباراة الأولى دار كومباك كان خاسر. ما تقدرش كي تلعب الكرة الشاملة ولا تلعب طريقة ما تقدرش تلعب بها 90 دقيقة. ابخي تو جو با كونتر لو فون. لذلك اليوم ممكن كومان ناقص عنصر ممتاز جدا يلعب في منتخب هولندا، لكن يبقى وأنه ستكون مباراة شيقة. توقع ربما يا اما تنتهي بتعادل او يفوز المنتخب الهولندي. اجمل ما في المنتخب الهولندي هو تلعب ضد منافس. لما تلعب اي منتخب راح تلعب محمد، تلعب منافس قوي. ما تقدرش تغامر بالهجوم دائما، تلعب على فترات، تقدر تهاجم تقدر تدافع، ولكن شوف كما يقول لك المقابلات كل ربع ساعه راهي المقابلات. انا لم افهم كيف للاتحاد الهولندي ان اعاد كومان رغم ان كومان ترك هولندا في وقت كان يسير مع هولندا بشكل جيد جدا. ترك هولندا ذهب الى البارسا، ثم بعد طرده من البارسا اعادوه لقياده المنتخب. هذه لم افهمها. حقق نتائج جيده مع هولندا قبل ان يغادر نحو برشلونة. هو صرح وقال بأنه لما وقع عقده مع منتخب هولندا في المرة الأولى وضع من كلوز تقول بأنه في حال تلقي عرض من نادي برشلونة يمكن له أن يغادر المنتخب الهولندي. جاءه عرض برشلونة، غادر هولندا، عمل مع برشلونة حوالي موسم ونصف، طرده لابورتا، عاد وأمسك بزمام المنتخب الهولندي. يعني عاد لإكمال ما تركه في الأول، لأنه حقيقة كومان في الفترة الأولى اللي مر فيها في المنتخب الهولندي، المنتخب الهولندي يلعب جيدا وحقق نتائج جيدة. وما تنساش